يلا بينا نخلص رحلتنا جوه المتحف المصري الكبير بال 12 قاعة عرض الرئيسيين. المتحف المصري وقاعاته متقسمين ل 12 قاعة رئيسية، كل قاعة فيها كنوز من التاريخ الفرعوني العظيم. فيلا بينا نبدأ رحلتنا جوه القاعات دي. أول قاعة هي قاعة النشأة والتكوين، ومن هنا بنبدأ الحكاية، ازاي المصري القديم شاف العالم وازاي فهم الكون حواليه. هتشوفوا رموز الخلق الأولى ومعتقدات المصريين القدماء عن بداية الحياة. في القاعة التانية هي قاعة الملوك والملكات. في القاعة دي هنقابل عظماء الفراعنة اللي صنعوا التاريخ، من تحتمس الثالث ورمسيس العظيم لحد حتشبسوت وإخناتون. كل قطعة بتحكي قصة ملهمة عن القوة والسياسة في مصر القديمة. وفي القاعة الثالثة هي قاعة الحياة اليومية. عايز تعرف المصريين القدماء كانوا بيعيشوا ازاي؟ هنا هتلاقي أدواتهم، ملابسهم، مستحضرات التجميل وأدوات الطهي، كأنك رجعت 3000 سنة لورا تعيش وسطهم. والقاعة الرابعة هي قاعة الكتابة والمعرفة، ولازم نعرف إن سر حضارة المصريين كان العلم والمعرفة. هنا هتشوف تطور الكتابة من الهيروغليفية للحروف الديموتيقية، مع أقدم البرديات وأدوات الكتابة اللي استخدمها الكهنة والكتبة. أما القاعة الخامسة هي قاعة الديانة والعقيدة. المصريين القدماء كانوا متدينين جدا. هنا هتشوف تماثيل للآلهة، أدوات الطقوس والتعاويذ اللي كانوا بيستخدموها لحماية حياتهم. قاعة الحروب والجيوش، وهنا بنتكلم عن ازاي مصر القديمة كانت بتدافع عن نفسها. هنا معروضات عن جيش الفراعنة، الأسلحة، العربيات الحربية والمعارك اللي حمت حدود مصر لآلاف السنين. في القاعة السابعة هي قاعة العمارة والفنون، من الأهرامات للمسلات للمعابد العظيمة. هنا هنكتشف عبقرية المهندسين المصريين، وهتشوف تصميمات ورسومات معمارية نادرة. أما القاعة الثامنة هي قاعة الكنوز الملكية. دي القاعة اللي بتحبس الأنفاس، جواها مجموعة من أروع كنوز الفراعنة، من التيجان المرصعة بالجواهر لحد التوابيت المذهبة والأسلحة الملكية. القاعة التاسعة هي تحفة المتحف. هنا هتقف قدام مومياوات الفراعنة الحقيقيين، تخيل انك بتبص في وش واحد من حكام مصر القدماء بعد آلاف السنين. القاعة العاشرة وهي قاعة توت عنخ آمون، وده القسم المنتظر اللي غالبا هيتم افتتاحه يوم 3/7 مع الافتتاح الرسمي للمتحف، وده هيضم 5400 قطعة من كنوز توت عنخ آمون. أما القاعة ال11 هي كانت قاعة التجارة والاقتصاد، وازاي المصريين كانوا بيتاجروا. هتشوف العملات، ادوات القيس، المنتجات اللي كانوا بيصدروها، وازاي نظموا حياتهم الاقتصادية. القاعة 12 هي قاعة البعث والخلود، آخر محطة، والقاعة دي بتحكي رحلة المصري القديم بعد الموت، من النصوص الجنائزية لحد مشاهد المحاكمة في العالم الآخر، وكأنك دخلت كتاب الموتى بنفسك.